صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم. بحبكم في الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا فيديوهات العيد ومشتريات العيد وفرحة الولاد اللي احنا بنفرحها لهم، يعني دي عندنا في الدنيا وما فيها، فكان لازم ان انا اشارككم الفيديو ده. في بداية الفيديو قبل ما نتعمق كده ونشوف لعب الأولاد والحياة الحلوة اللي احنا جبناها لهم، عايزة اخد رأيكم او اشارككم حاجة. طبعا انا كنت في فيديو مشتريات العيد، مش عارفه الفيديو ده نزل لكم ولا ده اللي هينزل الاول، مش عارفه بقى على حسب. فانا كنت وريتكم عبايه العيد بتاعتي، كنت وريتكم العبايه دي. تمام، دي حبايتي اللي انا بتاعه العيد اللي انا هلبسها في العيد. المهم انا عايزه اقول لكم، اوضح لكم توضيح بسيط كده في الاول، ان انا عبايتي كانت العبايه دي، كنت مشتريه العبايه دي اللون البترولي ده. تمام. وبعدين عجبت مني اختي، فقالت لي عايزه عبايه زي بتاعتك. فالمهم انا لما رحت اجيب لها نفس اللون ده ما لقيتش، فلقيت اللون ده، فانا جبته لان كانت اخر قطعه، فجبت اللونين يعتبر دول. فهي يعني دي بتاعتي انا من الاول، ده اللون بتاعي انا اللي كنت مختاراه وجايباه ويعني وكده. فالمهم جات لي قلت لها مفيش غير اللون ده اللي متوفر. فالمهم جات لي خلاص مش مشكله، خلاص هاخده وخلاص. بس انا حسيت ان هي عينها او هي حابه اللون ده اكتر، يعني هي حسيت ان هي ميولها اكتر للون ده. فرحت عشان يعني ما ينفعش ان تبقى نفسها بحاجه او حابه حاجه وان انا ما اديهالهاش. فرحت هديتها دي اللي هي المفروض ان هي كانت بتاعتي، انا كنت جايباها لنفسي. اديتها العبايه دي استنوا اوريكم. اديتها العبايه دي، وانا اخدت اللون ده، مع ان انا ماليش في الفواتح، بحب الالوانات الغامقه وكده. فانتوا بتلاحظوا ان دايما هدومي اللون الزيتي، اللون البترولي، اللون الازرق، اللون الكحلي كده يعني. فالمهم لما لقيتها ان هي يعني حابه العبايه دي، فما رضيتش ان انا ازعلها واديتها لها، وانا اخدت اللون النبيتي. فمبروك عليها يا رب. وحبيت ان انا اوريكم التوضيح ده. تعالوا بقى نشوف رودي واخواتها والدلع كله بتاعهم. احنا بنتعب وبيطلع عنا عشان خاطر مين؟ عشان خاطرهم. فعايزه اوريكم كده شويه الحاجات كده. لرودي جبت لها التوك دي. طبعا رودي عندها توك كتيره فما كترتلهاش توك، جبت لها التوك دي عشان تمشي مع لبس العيد بتاعها. وجبت لها دول كمان عشان عندها طقم لونه بيج، انا كنت طالبه لها اونلاين، فجبت لها التوكتين دول. اما بقيه التوك والاكسسوارات فيها عندها ما شاء الله كتيره، يعني عندها كميه حلوه ما شاء الله. كمان انا كنت جايبه لها، ثواني يا رودي، كنت جايبه المفارش دي كنت صورتها معاكم لما كنت مشترياها، بس اكيد نسيتوها. فكنت جايبه الحاجات دي عشان افرشها في العيد. الطقم ده اللي هو الطقم التسريحه الفرو ده، كنت جايباه لاوضه رودي. ده عباره عن مفرش اهو، ومعاه وده مفرش كبير بتاع الكومود. تمام. وده بتاع التسريحه نفسه، يعني واحد للكومود واحد للتسريحه، في واحد كمان للكومود. استنوا اوريهولكم اهو. لا سيبيها يا روجي، احنا هنفرشه يوم الوقفه ان شاء الله بالليل. احنا بنفرش مفرشات الشقه كلها، مفرشات العيد كلها بنفرشها يوم الوقفه. فبصوا هنا، اللهم صل على سيدنا النبي، ده مفرش كومود اهو كده 2، ومفرش مفرش التسريحه معاهم. تمام. وجبت لاخواتها ده الشكل ده عشان اللي هو بصوا الذهب اللي فيه ده ماشي مع اوضه النوم بتاعت الولاد. جبت للولاد اللي هو الشكل ده بتاع التسريحه، وده بتاع الكومود برضو اهو. وده ايه رايكم في شكلهم؟ حلوين ولا ايه؟ حلوين رجل حلوين. جبت هنا كمان الترابيزه اللي في الصاله عندي، جبت لها المفرش ده اللي هو الفرو الابيض، ما كانش متوفر غير اللون ده اهو، هو طويل ما شاء الله. فده كده مشتريات للشقه. كمان كنت جايبه برضو لودي هنا الشنطه دي، مش عارفه انتوا فاكرينها ولا لا، كنت مصوراها معاكم، فكنت جايبها لها يعني من فتره، بس لسه ما لبستهاش. طبعا هي شايلاها للعيد عشان تحط فيها العيديات. اول عيديه تحطها عيديه مين؟ عيديه ماما عارفه هي. بابا هيديك عيديه كام؟ لا هو قال لك هديكي كام؟ لا هو قال لك انا هديكي مبلغ، وهدي اخواتك كل واحد مبلغ.
لا قولي ما تتكسفيش، قولي بابا قال هديكوا كام؟ نسيتي؟ طيب هو باباهم قال لهم هديكوا كل واحد 100 جنيه. هما بيقول ايه وهناخد من ماما 100 كمان. فبقول لهم المفروض ان الست نص الراجل، هنديكوا 50 بس. بس والله ما بغلب معاهم، ما بقدرش ان انا يعني بيغلبوني دايما. فاللي هو بياخدوا من باباهم زي ما بياخدوا من باباهم بياخدوا مني انا كمان. وريني يا رودي كده لعبك انت، نشوف لعبك ولا لعب اخواتك الاول؟ لعبك انت. ما هو لازم لعبك انت، ولازم يا رودي انت ليكي الاولويه في كل حاجه. بصي العروسه القمر دي سميها ايه يا رودي؟ كوكي. دي عروسه رودي، تمام اهي. عايزه اقول لكم ان شكلها تحفه، شكلها تحفه تحفه بمعنى الكلمه. اطلعها يا رودي عادي. بصوا الله يا كوكي، حلوه، لابسه سلوبيت ولابسه تيشيرت لونه بينك اهو. الجزمه بتاعتها بصوا ما شاء الله اللهم بارك، عسل. بس منكوشه، شعرها منكوش. اوعي يا رودي تسرحي لها وتحطي لها زيت، شعرها يتقطع. بصي كوكي بتاعت رودي، بصي كوكي شكلها حلو ازاي. دي كده اول لعبه عند رودي. قلت لها العروسه دي وريني كده، سيبيها وريني كده التانية. عايزه اقول لكم ان انا جهزتها من وهي صغيره. يعني اللي عنده عريس وعايز يحجزها لابنه او كده يعني ماشي احنا موجودين. بنتي عندها طقم حلل اهو، رودي عندها طقم حلل، جبت لها طقم الحلل ده لان هي قال لك ابن الوز عوام، فهي زي امها بتحب المطبخ. بصوا لما صار على سيدنا النبي. هو صعب ليه كده؟ بصوا يا بنات، بصوا يا بنات، بصوا جهزت بنتي اهي. بصوا في معالج اهي. استني فيه اهو، استني. لا بص رودي عشان تمسك الحلل بتاعتها الجلافز كده، عشان ايه؟ عشان ايديها ما تتلسعش اهو، عشان تمسك الحلل. بص المعالج طقم التوزيع ده، يا سلام يا سلام. بصوا حلل رودي، يا سلام. انا عايزه طقم حلل زي ده، انا عايزه طقم حلل زي ده المطبخ. الله الله، بص العسل ده، بص الحلل الحلوه دي. تعملي فيها ايه يا رودي؟ جاي تعمل يا ماما هعمل في الحله دي اندومي، تشيل كيس اندومي، فهتعمل اندومي في الحله دي. وحله كمان اهي، طبق ده طبق. وفي حله كمان اهي صغنطوطه تعمل فيها بيضه. تشيل معاها بيضه واحده، وادي الغطا بتاعها اهي. بصوا كده، وادي الجلافز بتاعها اهو. وادي طقم التوزيع ده بالنسبه لرودي، تمام. بالنسبه لاخواتها فطبعا ما ينفعش ان انا اجيب لرودي وهم لا، يقولوا كل حاجه بنتك، كل حاجه بنتك، كل حاجه بها لبنتك، وتبدا التفرقه والكلام ده كله. فلازم ان احنا نروج عليهم. جبت لهم كمان اللعبه دي مش لحد بعينه، يعني مش للولاد بس، اللي بواحد بس فيهم، لعبه جماعيه للكل كده. ف اللهم صل على سيدنا النبي. بصوا دي عباره عن ايه؟ دي بتتحط بتتعلق في الدولاب كده مثلا، بحطها بعلقها في الدولاب. والبتاعه دي الكور دي بصوا فيها ايه؟ حاجه كده بتمسك، شايفين؟ هو دي كده فكره اللعبه. استنى كده اهو. فهم بيعملوا ايه؟ انا معرفش اللعبه دي صراحه، هم اللي بيطلبوا اللعب يعني بيبقوا عارفينها وعارفين يلعبوا ازاي. دي تقريبا بتتشد كده وبتمسك الكوره كده، وتروحي عامله ايه اهو كده. استنى، ايوه بتدخليها في بوج السمكه كده، وبتروحي تعيني بقى، تشوفي انت عايزه. انا عينه على ال 200، كسبت 200 اهو. شايفينها؟ والله لعبه حلوه. طب استنى كده، اول حاجه بنشد دي كده وبندخل دي كده في بوج السمكه. هعين على ايه؟ على 180 ولا 170؟ لا خلينا 180. لا جت في 130. طب استنى اجرب مره تاني، استنى.
اهم حاجه الحاجات دي اللي في الكور، عشان هي دي اللي بتمسك. تمام، دي بتمسك، دي بتخليها تمسك. بدخل الكوره في بوق السمكه اهو. انا قلت عين على 180 صح؟ 180 الحمد لله ظبطت. 180 اهو. فدي كده دي اتنين، يعني دي يلعبوا اتنين مع بعض لان هتبقى في منافسه ما بين اتنين. فدي كده دي لعبه جماعيه ليهم كلهم يلعبوا بيها. دي بقى لعبه ايه بنات؟ اللي هو البولينج. عارفين البولينج؟ دي لعبه البولينج. دي بتبقى عباره عن ايه؟ عن خشبه. مش عايزه افتحها عشان ما بهدلها لهمش. مش عارفه اصلا هو بيفتحوها ازاي. على فكره الولاد شاطرين في اللعب دي وعارفينها ويعني بصوا متمكنين فيها. بس دي لعبه البولينج اهي. بتبقى عباره عن ايه؟ عن قطعتين. لا بتبقى القطع كتيره، يعني انا مش هعرف اركبها. بصوا اهو اهي. دي كرات البولينج اللي هو بيلعبوا بيها، ودي بتتركب. يعني بص انا اوريكم كده شكلها عشان بس ما بهدلهمش الدنيا واضيع لهم فرحتهم بيلعبهم. خليهم هم اللي يركبوها وهم اللي يعيشوا اللحظه دي مع نفسهم. بصوا اللهم صل على سيدنا النبي. بتتركب كده، هي قطعتين منفصلين، ودول الخشبات دول برضو منفصلين. بيتركبوا كلهم ومعاهم بليه صغيره من المعدن، واللي هي البولينج ده، كرات البولينج دي. فبيبداوا يلعبوها. دي بالنسبه برضو دي بيلعبوها اتنين مع بعض. فدي برضو من اللعب الجماعيه اللي هي بيلعبوا بيها كام واحد. هات يا رودي وريني كده. دي برضو لعبه جماعيه. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا الولاد كبروا على لعبه الكوره والكلام ده كله. اللعبه دي عباره عن ايه؟ بصوا دي كده الحاجات بتاعتها بتيجي وراها. اللعبه دي عباره عن شكلها شيك كده وحلو. كتاب اهو او اجنده بتفتحيها كده. اللعبه دي انا معرفش اسمها ايه. اللعبه دي بيلعبوها 4 اشخاص مع بعض صح؟ يعني انتي واخواتك الثلاثه تلعبوها مع بعض. انتي بتختاري اللون ايه؟ انت الاحمر، وهم بقى الثلاثه يختاروا الالوانات. ده كده اللعبه دي اول جزء فيها. تاني جزء اللي هو السلم والتعبان. فهي كده شكلها. دي اللعبه ايه التانية. بقول لكم لعبه جماعيه بيلعبوها مع بعض. وادي الحاجات بتاعتها اللي بيلعبوا بيها اهي. وادي الزهر اللي بيلعبوا بيه السلم والتعبان. فدي لعبه ايه؟ لعبه جماعيه برضو. يعني انا كده جايبه لهم 3 لعب العاب جماعيه. ورودي جايبه لها لعبتين، لعبه العروسه واللعبه بتاعه الحلل والمواعين بتاعه المطبخ دي. بالنسبه للولاد عشان ما اقوليش انت جبت رودي لعبه لوحديها واحنا لعبنا مشتركه. فانا عايزه اقول لكم ان انا جبت اليوسف. ده اليوسف ولا بتاع مين ده؟ ده بتاع يوسف. المسدس ده اهو كذا قطعه كده وراه الطلقات بتاعته. ده يعني بيلعبوا بيه مع بعض ويضربوا بعض ويستخبوا زي الحاجات اللي في بابجي. يعني بصوا نفس الفكره بتاعت بابجي ان هما بيستخبوا والطلقات دي بصوا دي عباره عن فل، فما بتعورش ما بتاذيش. فهم بيعملوا لبعض اصابات. يعني لو واحد فيهم جت فيه الطلقه دي فكده اصابه فبيطلع بره اللعبه. فده كده ده المسدس اهو. ودي الملحقات بتاعته. ودي الطلقات بتاعته اللي هو ايه بيلعبوا بيها. طبعا انا ما اعرفش في الالعاب دي. انا ليا ان انا اجيبه خلاص، لكن انا ما اعرفش التفاصيل بتاعتها بيعملوها ازاي بيلعبوا بيها ازاي ما اعرفش. دي كده بتاعت يوسف. ده بتاع مين يا رودي؟ ده بتاع محمود. اصغرهم واختار اكبر حاجه فيهم. ده كده نفس الموضوع بصوا. ومعاه الطلقات بتاعته اهي. هو اللي اختارها عشان زي اللي هي في بابجي بتتحط كده. يعني بص ده اللي هو بيخزنه كده. بيحطوا الطلقات هنا التخزين وبعدين بيحطوها كده. ده بتشيل 2 على فكره يا رودي. معرفش بيعملوها ازاي. بصوا يا لهوي اتخضيت. كنتش عارفه ان هي بتضرب كده. يعني انا هشد دي كده واحط دي كده. استنوا بصي فينها طارت. المهم ان دي بتاعت محمود عشان من ايه ما نبهدلوش الدنيا وكده. فده بتاع محمود اهو بالشكل ده. طبعا هو كان ليه غطا يعني كفر كده، بس هو طبعا جنب الهمه دي وشاله. ده بتاع سيف. ده اختيار سيف. هو اللي مختار النوع ده من السلاح يعني. ده كده بتاع سيف. قنبله.
والمسدس والطلقات بتاعته، وده معرفش بتاع ايه ده يعني. المهم بتاع القنبله ده. المهم ان هو ده ايه تقريبا. بص لا انا فهمت يعني ان هو بيحط دي كده وبيعمر المسدس بتاعه بالطلقات وبيعين على دي. لا هنفتح طبعا انت من كتر اللعب معاهم حفظتي العابهم وطردتها كمان. في واحدة هناك. بس نشوف رضا تعمل لنا ايه. ونفضل نطلع عليه وتدخل تمام. هي كده دي لعب الاولاد. دي الحقيقه اللي انا جايباها للفرش العيد. ان شاء الله تشوفوا معايا فرش الشقه في العيد كده. رودي مهمتها ان هي تعبي اللعب عشان ايه هم يعني تحت بيصلوا فلسه ما يعرفوش ان احنا فتحنا اللعب دي كلها. مهمتك يا رودي ان انت تعبي اللعب دي في اكياسها في لعبها زي ما هي، وتشيلي عروستك كوكي دي اللي المنكوشه. وانا راح اكمل اشوف اللي ورايا لان النهارده عندي تنظيف في البيت. مش عارفه هاخدكم معايا وانا بنضف ولا هعمل كده مع نفسي لان انا بنضف بالليل، فعلى حسب لو لقيت الاضاءه حلوه هكمل معاكم الفيديو. يلا بينا بنات. انا هوريكم بقيه المشتريات اللي انا كنت جايباها للشقه كلها. مش هكمل معاكم الفيديو تنظيفات، والتنظيفات خليها مع نفسي عشان اعرف اخد حريتي كده واتحرك براحتي يعني. وريني كده يا رودي. بصوا الحاجات دي انا ما بجيبهاش على مدار يوم ولا اسبوع ولا شهر. انا كل ما اجيب حاجه بشيلها كده لحد ايه ما قلت افرش كله على طقم الفوط ده تحفه، خامته حلوه جدا. جبت طقم الفوط ده لان الفوط اللي عندي بصراحه من ساعه فرحي وانا استعملها يعني من جهازي. انا عايزه اقول لكم ما اشتريتش فوط خالص. كل الفوط اللي انا بستعملها من اللي انا كنت جايباها في جهاز. طبعا احنا عندنا هنا في الصعيد بنجيب كميات كبيره في الجهاز، فعشان كده لحد دلوقتي انا بستعملها يعني. بصوا دي كده ايه 4 فوط مسات كبيره. طبعا مش هفتحهم غير وقت ما اجي ارصهم بس عشان ما يتبهدلوش. خامتهم حلوه جدا، شكلهم تحفه. دي الواناتهم ايه رايكم فيهم؟ مش هقدر اقول لكم اسعار وكده لان الحاجات دي كلها عندي ليها فتره يعني مش متجمعه مره واحده او كده. ده كده بالنسبه لطقم الفوط. هاتي يا رودي اللي موقفاك دي ومحيراكي. بصي جبت الدواسات دي عجبوني خامتهم. اللي هو اللي عارفين الظهر اللي هو المحبب ده اللي هو ما بيتحركش يعني ما بتتحركش مع اللي يروح ويجي كده في المشي بتثبت. فده شكل وده شكل تاني. هاتي يا رودي. ده زي شكل وده زي بعض نفس المقاس بس الاشكال مختلفه. كانت تبقى حلوه لو زي ده يعني الاتنين زي ده، بس عامه دول هيتحطوا في اماكن متفرقه فمش مشكله. بس بصراحه الخامه حلوه، خامتهم لطيفه كده حلوه خالص. ومن تحت والظهر محبب فاللي هو منع للانزلاق يعني ما بينزلقوش او ما بيتزحلقوش على الارض. ده كده دواسات. بصي بنات الكنب. هاتي يا رودي. ده بتاع الكنب علشان انا الكنب ما عملتلوش تنجيد او كده فجبت كفر الكنب ده. بصوا مش عارفه هيظبط عليه ولا لا بس ان شاء الله هيظبط عليه. جبت كفرين لون بعض علشان الكنبتين. ثواني لا ما تفتحوش يا رودي. هما الاثنين نفس اللون ونفس الخامه. ده كده قطيفه وفيها استك. بصوا وايه القطيفه مش ساده لا مربعه كده فيها مربعات. فده خامتها تحفه. والكنبه لا اله الا الله الكنبه الكبيره وكده فان شاء الله كده نفرشهم مع بعض في العيد باذن الله تعالى. اهو شايفين شكلهم. ده كده ايه دي واحده ودي التانية زيها. دي نفس اللهم صل على سيدنا النبي نفس اللون ونفس الخامه نفس التفاصيل يعني نفس المقاس زي بعض. فده كده بالنسبه ايه. خليها رودي بدخلها بعدين. هاتي كده وريني يا رودي. رودي بتحب اللون البينك. ده طقم السرير كنت اتمنى ان هو يبقى اطفالي بس للاسف ده السرير الكبير. انا كنت جايبه كام طقم منه كان حلو جدا يعني كده فجبت خامته حلوه جدا فجبت الطقم ده. شايفين نفس الرسمه اللي على الصوره دي اللون ده. انت رودي كان عايز تاخده بس انا ما ينفعش ان انا افرش لها سرير واحد والتاني لون يعني ده لون وده لون. وده طقم تاني برضو نفس الشكل ده نفس الرسمه دي بس اللون الاصفر في اورنج ده. برضو هفرشهم معاكم في يومين العيد. انا بحب ان انا افرش يوم العيد فرش
وتاني يوم او تالت يوم العيد فرش تاني، يعني بحب يومين العيد يبقى كل حاجه الفرش كله جديد. حتى اوضه الاولاد ان شاء الله يجيب لها باذن الله تعالى. جبت السجاده دي او بديل السجاد يعني. اسحبي يا رودي كده لورا. ايه دي 2 في 3، لا 3 في 4، مقاسها 3 في 4. ده شكلها اهو. اسحبي يا رودي، افتحيها كده، افتحيها للاخر. اهو ده شكلها اهو. بس شكلها تحفه ازاي، شكلها فظيع. دي مش عارفه احطها عند الكنب مع الفرش الجديد ولا احطها عند الصالون. يعني هي ما شاء الله شايفين هي كبيره ولونها حلو كده، شكلها راقي كده وحلو. فمش عارفه محتاره ما بين ان انا يعني انا بصوا هي تحفه. اللون الجري او اللون الرمادي ده او اللون السيلفر ده يمشي مع الصاله اللي عند الكنب، ويمشي مع اللون التركواسي ده بتاع الفرش الكنب، يمشي معايا حلو جدا. وبرده تمشي مع الصالون عشان فيها اللون الاصفر ده، شكل الغزاله كده، والشكل ده يمشي مع لون الصالون. فانا لسه ما قررتش هفرشها مع الصالون ولا مع الكنب اللي عند الصاله اللي في المطبخ، فلسه مش عارفه. فدي كانت مشتريات النهارده، وده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تشوفوا الشقه بعد ما تتفرش، ويا رب يجعل كل ايامكم عيد يا رب، وسعاده وهنا وراحه بال، وكل سنه وانتم طيبين. رودي تقول لكم ايه؟ حطوا لايك وباي باي.